المنتخب المغربي كي يقرب من إنجاز جديد فالتصنيف العالمي للفيفا من بعد الرباح على النيجر. كاين أخبار سارة كاتجي فالطريق وتقدر تغير وضعية المغرب على المستوى العالمي. فهذا الفيديو غادي نكشفه على مفاجآت التصنيف وأشنو غادي يعني للمستقبل ديال المنتخب. فكأس العالم 2019 بقاو معايا حتى الآخر، راه كاين الجديد. تصنيف الفيفا وتوقعات إيجابية للمغرب. 1. الرباح على النيجر كان أكثر من مجرد 3 نقاط. المنتخب الوطني المغربي حقق فوز صعيب ولكن مهم ضد النيجر فالجولة الخامسة من التصفيات. النتيجة ما كانتش فقط للتأهل بل زادت من عدد النقاط اللي كيسجلها المغرب فترتيب الفيفا العالمي. واللي ما فهمش بزاف، كل ماتش رسمي كي أثر على التصنيف خصوصاً في الطريق للمونديال. 2. الترتيب الجديد. المفاجأة السارة، حسب موقع فوتبول رانكينج المغرب غادي يرتقي للمركز 12 عالمياً فالتصنيف الجديد اللي غادي يخرج نهار 3 أبريل. دبحنا في المركز 14 ولكن بفضل خسارة بعض المنتخبات اللي في المجموعة ديالنا المنتخب المغربي غادي يربح مركزين. شنو يعني هادشي؟ كي قربنا نكونوا فالتوب 10 عالمياً كي يعطينا أفضلية فقرعة كأس العالم 2029 وكيزيد من قيمة المنتخب. فالعين ديال الفيفا والمنتخبات الكبرى 3 مباراة تنزانيا، فرصة ذهبية للاقتراب من القمة. المغرب غادي يواجه تنزانيا فمدينة وجدة وهذا الماتش مهم بزاف حيث الرباح فيه يعني تأهل رسمي وأيضا زيادة فالنقاط والتصنيف. الركراكي عارف قيمة الترتيب وغادي يدخل المباراة بتشكيلة قوية باش يضمن الفوز والتقدم في اللائحة العالمية. كل نقطة دابك تحسب والمنافسة ولات ما بين كبار العالم فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا والمغرب. واش كنتوا كتعرفوا أن ترتيب الفيفا مهم فقرعة كأس العالم؟ وشنو رأيكم فالتقدم اللي كي يحققوا المنتخب؟ واش عندنا طموح ندخلوا توب 10؟ كتبوا لي آراءكم فالكومنتات. ما تنساوش تديروا لايك والبارطاج والابوني باش توصلكم كل جديد عن المنتخب الوطني وأخبار الفيفا. ديما مغرب، ديما في القمة.